براندات زمان سيرة جميلة، براندات زمان قبل ما يبقى عندنا بادي سبلاش وأفتر شيف وعطور مستوردة، كان في إزازة صفرة صغيرة ساكنة تقريباً في كل بيت مصري، كولونيا 3 خمسات. في حلقتنا من براندات زمان هنتعرف إزاي منتج بسيط بقى أسطورة، وإزاي اختفى لسنين طويلة. الحكاية بدأت لما حمزة الشبراويشي المولود في قرية شبراويش في الدقهلية قرر إنه ينزل القاهرة ويفتح محل في الحسين يبيع فيه العطور اللي كان بيصنعها بنفسه. نجح المشروع والفرع بقى فروع في وسط البلد والموسكي. طموحه كبر واشترى قطعة أرض في دار السلام وبنى مصنعه، ومن الأرباح كان بيشتري أرض جنب المصنع للتوسع. والأجمل إنه كان بيزرع بنفسه شجر الليمون اللي بيستخدمه في تصنيع كولونيا. وفي الخمسينات والستينات منتجات الشبراويشي كانت من أشهر المنتجات في مصر، وخرجت للأسواق العربية. وفي السعودية انتشرت كولونيا 3 خمسات باسم سعود، وفي السودان كانت باسم مطرب شهير اسمه عبد الكريم كرومة. وظهرت أم كلثوم في إعلانات منتجات الشبراويشي في الجرايد والمجلات. الشبراويشي كان جزء من الاقتصاد المصري. وقت بناء السد العالي كان جزء من القروض بيتم سداده على هيئة سلع عينية زي تلاجات إيديال والمنتجات القطنية والأساس الدمياطي، وطبعاً منتجات الشبراويشي. وبعد سنوات من المجد والانتشار بدأت رحلة التراجع. سنة 1965 أصيب حمزة الشبراويشي بجلطة واضطر يسافر للعلاج في الخارج، وطبعاً كان بيتابع أخبار مصر ومنها أخبار التأميم. خاف من التأميم وقرر إنه يرجع على لبنان ويفتح مصنع صغير ويبدأ من جديد. وبسبب وقيعة بينه وبين القيادة تم التأميم، واتنقلت الملكية لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقطاع العام. وبين العطور المستوردة وحملات التسويق الضخمة اختفت كولونيا 3 خمسات من الأسواق، ورجعت للظهور سنة 2020 مع بداية ظهور فيروس كورونا واحتياج الناس للمطهرات. افتكروا كولونيا 3 خمسات اللي فيها 70% كحول إيثيلي، جزء اشتراها كمطهر وجزء اشتراها عشان الحنين. الزمن اتغير، لكن بعض الروايح عندها قدرة غريبة إنها تفتح أبواب الذكريات مهما مر عليها سنين. خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة وحكاية براند من براندات زمان. كنت معاكم أنا مروة صالح.